كتحيري كل نهار شنو تحضري الكوتي؟ ما عليك غير بهاد الكيكات الفرديين اللي كيجيو مفشفشين ومشكلطين وكيحماقوا عليهم الوليدات الصغار. تبعوا معايا الوصفه حتى الاخير وما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوني انضموا لحسابي عنوان الحادقه باش هكا توصلوا بمزيد من الوصفات والشهيوات، ونبداو على بركه الله. غادي نحتاج 2 حبات ديال البيض اللي تيكونوا بدرجه حراره المطبخ، كيس ديال السكر بنكهه ديال الفاني، قبيصه ديال الملحه، ونص كاس ديال السكر سنيده او السكر خشن. كنمزج هاد المكونات هادو مزيان كتحاولوا انكم تذوبوا هذاك السكر، ومن بعد كتضيفوا نصف كاس ديال الزيت النباتيه. كندخلو مع باقي المكونات وكنضيف كاس لاروب ديال الحليب اللي تيكون بدرجه حراره المطبخ. جميع المكونات يكونوا بدرجه حراره المطبخ باش هكا كتحصلوا على دوك الكيكات كيكونوا مفشفشين وزوينين. كنضيف الدقيق، غادي نحتاج كاس وربع في المجموع ديال الدقيق. ضفت الكاس الاول دفعه واحده، وربع كاس كنضيفو غير بالتدريج حتى نشوف القوام ديال الخليط ديال الكيك ديالي. ضفت ايضا 2 خمارات ديال الحلوى، كل وحده الوزن ديالها 8 غرام، يعني المجموع هو 16 غرام. صافي وكنستمر كنضيف هذاك ربع كاس ديال الدقيق على 2 دفعات او 3 دفعات حتى كنحصل على هذا القوام هذا اللي كتشوفوه معايا. من بعد كنفرغ الخليط ديال الكيك ديالي في هاد القوالب هادو اللي تيكونوا خاصين يعني بالكيكات الفرديين. دهنتهم بالزبده، ما كنرشهم لا بدقيق لا بتا شي حاجه. الكيك ديالي ما كتلصقش، وفي نفس الوقت هذيك الزبده كتساعد الكيك ديالي باش كيرتفع وكينتفخ وكيجينا هشيش ورطب. هاد الخليط ديال الكيك ديالي خرج ليا 8 ديال الكيكات الفرديين. بالنسبه لكم من الاحسن انكم يعني هاد الخليط هذا ديال الكيك اللي حضرت معكم توزعوه على 10 ديال القوالب باش هكا ما تفيضش لكم الكيكه ديالكم. الفران في هذا الاثناء هذا كيكون سخون من قبل على 200 درجه. كتدخلوا الكيكه ديالكم وكتنقصوه ل 180 درجه، النار غير من الاسفل، كتخليوها حتى كطيب وكترتفع وكتشعلوا عليها من الفوق. فاش كتخرجوهم من الفران كتخليوهم كيبردوا واحد شويه، ومن بعد كتحيدوهم من القوالب. كيتحيدوا بكل سهوله، شوفوا معايا ما شاء الله ما كيلصقوش نهائيا، ما تخافوش منهم. من بعد مباشره كناخذ واحد السكين وكنحيد هذوك الجوانب، هذاك الفائض ديال الكيك اللي بقى ليا في الجوانب. داكشي علاش قلت لكم حاولوا انكم هذاك الخليط اللي شاركت معكم ديال الكيك توزعوه على 10 ديال القوالب، وبالتالي غتحصلوا على 10 ديال الكيكات الفرديين. من بعد كندوز كنديرهم في الشوكولاته السوداء والشوكولاته البيضاء، يعني النصف الكميه كنديرها في الشوكولاته السوداء والنصف الكميه كنديرها في الشوكولاته البيضاء. عندي هنا غير شكلاط عادي ذوبته مع قطرات ديال الزيت. صافي غادي نستمر تنسالي الكميه اللي عندي كامله وكندوز كنزينهم. بالنسبه للتزيين انا اختاريت طريقه سهله وبسيطه في التزيين. داك الشكلاط اللي بقى ليا، الكيكات اللي درتهم في الشكلاط اسود زينتهم بالشكلاط ابيض، والكيكات اللي درتهم في الشكلاط ابيض زينتهم بالشكلاط اسود فقط. يعني طريقه بسيطه جدا في التزيين، ولكم الاختيار تقدروا تزينوهم باش ما بغيتوا. صافي كنخليهم حتى كيبرد هذاك الشكلاط تماما وكنقدمهم كيجيو على هذا الشكل هذا. كيجيو رائعين بزاف ومفشفشين من الداخل، ما غاديش يشبعوا منهم وليداتكم نهائيا. جربوهم وما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوني انضموا لحسابي عنوان الحدقه باش هكا توصلوا بمزيد من الوصفات والشهيوات. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.